السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده بقى جبت لكم ماما كده تعمل لكم الفطير مرة تانية للي عايز يشوف طريقة الفطير تاني. فحبيت كده اوريكم طريقة الفطير تاني وهي بتعجنه. ويلا بينا اصلي بينا على النبي. وقلنا بقى كده اوريكم طريقة الفطير، وكنا بنعمل اوردر يعني. كانت ناس طالبة منا فطير وباركولي كده علشان ده كان مشروعي الجديد، وقلت بقى اوريكم طريقة الفطير واحنا بنعمله كده. وما شاء الله دي كانت العجينة واحنا بنعملها كده. ودي بقى يا حبايبي العجينة كده بعد ما ماما عجنتها سابتها كده ارتاحت شوية. طبعا غطيناها علشان ما تنشفش او تقشف وكده. اهم حاجة تسيب العجينة بتاعتك ترتاح شوية. وجابت صينية كده كبيرة وحطت ودهنتها زيت. هتقطع بقى كده عليها الفطير بتاعنا، واهم حاجة تدهني الزيت ده عشان العجينة ما تلزقش منك في الصينية كده. طبعا التقطيع ده حسب ما حجم الفطيرة. انتي لو حباها كبيرة قوي هتقطعي طبعا حجم العجينة كبير شوية، ولو عايزاها وسط طبعا احنا كنا عاملين فطير وسط. فطبعا قطعنا العجين بتاعنا كده الحجم اللي انتوا شايفينه ده. كل كل العجينة بقى كده طبعا ارتاحت معانا شوية، واهم حاجة برضو تغطي العجينة بتاعتك بعد كده ما تقطعيها. وبعد كده هترشي شوية دقيق على الطبلية، وهتحاولي بقى ايه كده تفردي العجينة بالنشابة. يعني هي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده هتفردها على الطبلية كلها كده. لازم ايه تكون نازلة كده من الطبلية خالص، وترققها خالص خالص عشان هي هتعملها طبقة واحدة بس، مش هتعمل كذا طبقة في بعض. طبعا الفطير ده طبعا لو انت حابة بقى تحشي اي حشوة انت عايزاها براحتك يعني. طبعا احنا عملنا فطير كده سادة، وعملنا فطير بالسكر كنا بنحط السمنة. هتمسك بقى كده العجينة يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. طبعا المرة اللي فاتت هي تعبت شوية بسبب ان هي كانت بتقعد تفرد العجينة كده وتقوم وتقعد. فاخترعنا بقى الاختراع ده، حطينا كده زي حاجة ألمونيا كده تحت الطبلية بدل ما تقوم وكل شوية تفرد العجينة يعني. فكانت بتلف بقى الطبلية كده زي ما انتوا شايفين. تبقى اسهل يعني بدل ما تقعد كل شوية تقف وتلف حوالين الطبلية وتشد العجينة. وهنا بقى ما شاء الله الله اكبر هي كده بتفرد العجينة شوية كده بايديها، وبعد كده بقى بتحطها على الطبلية وتفردها بقى كده خالص على الطبلية. طبعا احنا هنعمل فطير سادة وهنعمل فطير بالسكر. وممكن انتي برضو تحشيه لحم مفرومة، تحشيه جبن، هينفع معاكي بأي حشوة انتي عايزاها. هيبقى جميل وتحفة. اهم حاجة بس تفردي العجينة بتاعتك جامد كده علشان تبقى مورق معاكي ويبقى حلو، ومش الحروف بتاعته يعني مش تخينة ولا اي حاجة. طبعا دي طريقة الفطير بتاعت ماما، وانا كان في ناس يعني كانت حابة تشوف الطريقة، فحبيت ان انا اعمل يعني الطريقة عشان تشوفوها تاني. اللي حب يشوف الطريقة. طبعا العجينة في الاول ساعة ما كانت بتعجنها كده هي سهلة خالص، مش بتحتاج اي حاجة. انتي بس بتحطي رشة ملح ورشة سكر في العجينة بتاعتك، وبتعجني بمية عادية خالص من الحنفية. اهم حاجة العجينة تكون يعني ملزقة بسيط خالص كده في ايدك، ما تكونش ملزقة جامد او يابسة او كده يعني، زي ما انت شفتيها كده ولما ماما وريتها لك في اول الفيديو. بس كده طبعا هتطبق الفطيرة بتاعتنا. هتطبق بقى العجينة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين الفطيرة. طبعا كل اما بتطبق طبقة لازم تحطي ايه كده سمنة. طبعا اهم حاجة تكون السمنة بتاعتك مسيحاها كويس جدا ومطلعة طبعا منها المرطة. لازم تكون زبدة سايحة، ما تكونش زبدة خضرا يعني. بس طبعا احنا كنا عاملين كذا واحدة وسيبناها كده ارتاحت. اهم حاجة برضو بعد ما تفرديها وتحط لها السمنة هتسيبيها برضو ترتاح شوية على جنب. وبعد كده طبعا ده احنا كنا طبعا فردينه وخلاص لمينه، كنا سايبينه كده يرتاح على الصينية. ودي الزبدة بتاعتنا. وهنا بقى الصواني اللي احنا ايه هنسوي فيها في الفرن. هنحط الفطيرة بتاعتنا كده، هنوسعها كده في قلب الصينية وهنحطها بقى في الفرن. هتشوفوها دلوقتي وهي في الفرن ما شاء الله. عايزة تعرفي الفطيرة بتاعتك ناجحة ولا لأ؟ هتلاقيها تقب معاكي كده في الفرن كده ما شاء الله زي ما انت شايفة كده، وهتبقى مورقة وجميلة يعني ما شاء الله. واللي أول مرة يتفرج على قناتي
يا ريت يفعل لي الجرس، يعمل لي كومنت حلو كده. وقبل اي حاجه صلوا بينا على النبي واذكروا الله. وده كده ما شاء الله طريقه الفطير الفلاحي بتاعتنا من الفيوم، طريقه الفطير الفيومي بالسمن البلدي كده ما شاء الله. عايزه بقى تكليب العسل الابيض، عايزه تكليب المش القديم بالجبنه القديمه زي ما تحبي، احنا عاملينه ساده عشان لو هتكليب اي حاجه يعني. وطبعا في بقى اللي كان ناس طالبه اوردرات كانت طالبه بالسكر، ده طبعا كان بيتاكل كده من غير اي حاجه، كان محشي سكر. طبعا الفطيره بتاعتنا ما شاء الله زي ما انت شايفه كده مفروده كده على الصينيه. وده طبعا كنا بنرش عليها كده رشه سكر. طبعا السكر ده كان بيسيح كده في الفرن، يبقى عامل كده ما شاء الله زي الشربات بالظبط. وده كده بقى طريقه الفطار بتاعتنا الفلاحي، واللي عاجبه الطريقه يا ريت يكتب لي في الكومنتات. وقبل اي حاجه صلوا بنا على النبي واذكروا الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللي عايز اي فيديو تاني عن اي حاجه في الفلاحين يعني عن فطير قرص عيش بتاو اي حاجه وعايز يعرف طريقتها يقولي، وانا ان شاء الله هنزل فيديو ليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت تدعوا لماما ربنا يا رب كده يشفيها ويقومها لنا بالسلامه يا رب. وادعوا لها كتير كتير كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.